صباح الخير على كل اللي شايفيني وسامعني دلوقتي من خلال قناتي حاتم النجار على اليوتيوب وصفحتي الحدوتة على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك. معاكم حاتم النجار وحلقة جديدة والأولى النهاردة من برنامج أخلاقنا الجميلة. أخلاقنا الجميلة النهاردة بنتكلم عن الأخلاق اللي عايزين فيها المجتمع، وهنتكلم النهاردة عن الطيبة، الإنسان الطيب. وقبل ما نتكلم عن الطيبة عايزين نعرف مين هو الإنسان الطيب بمنتهى البساطة. الإنسان الطيب هو الإنسان اللي أعماله أو أفعاله الطيبة الصالحة أكتر من أفعاله اللي مش طيبة. مفيش إنسان كامل ومفيش إنسان ملاك، الملائكة في السماء، بس إحنا بنقول الأفعال أو الأعمال الطيبة الصالحة اللي متأذيش حد أكتر من أعماله الشريرة أو أعماله مش طيبة. ده التعريف البسيط المبسط للإنسان الطيب. طيب معنى الكلام ده إيه؟ معنى الكلام ده إن في معيار أنا وإنت وإنتي متفقين عليه إن الإنسان ده طيب، ما بيأذيش أي حد. وهنا هنتكلم كتير. نمرة 2، ما بتحرش بأي حد أو أي واحدة سواء راجل أو ست. نمرة 3، ما بيسرقش. كل المحرمات اللي قالت عليها كل الأديان. معنى الكلام ده إيه؟ معنى الكلام ده إن في أفعال أنا وإنتي وإنت متفقين عليها إنها دي أفعال طيبة، بيساعد الناس، بيحب الخير، بيحب السلام، بيحب كل حاجة كويسة. وسبق قلت في أول الفيديو إن مفيش إنسان ملاك، الملائكة في السماء بس. الإنسان الطيب أفعاله الطيبة أكتر من أفعاله اللي مش طيبة. طيب هنيجي عند الأفعال اللي مش طيبة. هنا نقطة الخلاف اللي ممكن تبان في المجتمع. بمعنى إيه؟ بمعنى إن النهاردة ممكن أعمل أنا فعل طيب من وجهة نظري أنا، والفعل ده حد تاني شايفه إنه مش طيب لأنه تعارض مع رغبته، اتعارض مع إحساسه. هو شايف إن الفعل اللي أنا عملته ده الطيب إنه مش طيب علشان هو اتأذى منه. هنرجع للأساس، نرجع للتربية، تربية جوه البيت، تربية جوه المجتمع. لازم المجتمع كله يتفق إن الفعل ده فعل طيب، وإن الفعل ده برضه في المقابل فعل مش طيب. وما ننساش إن الله عز وجل طيب وبيحب كل طيب. الطيب أو حرمت النار على الطيب. وكل الأديان على فكرة، الإسلام والمسيحية واليهودية بيتكلموا إن الفعل الطيب هو أساس الدين. الدين معاملة زي ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب علشان نتجنب الخلاف اللي بيني وبينك أو بيني وبينك إن الفعل ده مش طيب، يعني أنا شايف إن الفعل ده طيب وإنت شايفة أو إنت شايف إن الفعل ده مش طيب، عشان نتفق على كلمة الفعل الطيب يبقى لازم ما أذيش، لازم الفعل ده ما يأذيش حد، لازم الفعل ده يكون فعل خير. قصدي مش ممكن أعمل خير عشان أنفع بيه نفسي أو الآخرين وفي واحد أو واحدة اتأذت من فعل الخير ده، يبقى الفعل ده ما هوش فعل خير. جربوا الإنسان الطيب. المشكلة في المجتمع دلوقتي إن الناس شايفة إن الطيب حقه مهدور،
ما ينفعش يعيش، من أساس الحياة السلام، والسلام ما يجيش إلا من الفعل الطيب، الفعل الخير. عايز أراكم في الفيديوهات أو في الفيديو ده، وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة لو عجبكم الفيديو. كنت معاكم حاتم النجار.